هو انا لو جيت امريكا دراسة، هل اقدر اسدد المصاريف بتاعت الكلية؟ واسددها ازاي؟ والسكن والاكل والشرب. انا مش هينفع اقولك ازاي بالظبط، بس انت خليك فهمان شوية. مش معنى انا بقولك ان انت ممكن تدفع المصاريف بتاعت الكلية والاكل والشرب والحاجات دي كلها، معنى كده ان انت تخش بحاجة ب 10,000 دولار في الترم. لازم يكون في عقل شوية، انت برضه لازم توفر وفي نفس الوقت لازم تجمع فلوس. انا عايزك تسأل نفسك سؤال كده، الناس اللي بتيجي سياحة امريكا دي بتيجي سياحة امريكا ليه؟ محسسني يعني ان اللي في مصر كلهم مليونير وبييجوا يصرفوا فعلا فلوس هنا. امريكا غير اي دولة في العالم حرفيا، ولازم تفهم ان انت هتشوف كمية استغلال رهيبة، بس مشي امورك. بس فخلاصة الموضوع ان انت اتعب وذاكر في الانجليزي في مصر علشان ما حدش يستغلك هنا. دي رقم واحد. رقم اتنين، ان انت تتعبش التعب اللي هتتعبه لو انت معكش اللغة. دي نصيحة اخوية، واللي مش عايز يعملها براحته. بس يا معلم، فانت متخافش من ان انت تقدم وكمل، ولو محتاج اي حاجة تقدر تكلمني طبعا.